شايفين البحر رايق ازاي؟ اهو احنا اكيد عايزين نصفي افكارنا ونصفي دماغنا وكمان مشاعرنا وتبقى زي البحر الرايق ده، مش كده ولا ايه؟ كركبة جوانا، عندنا كركبة افكار وبالتالي عندنا كركبة مشاعر. طيب هو الافكار دي جاية منين؟ الكركبة دي حاصلة ليه؟ حاصلة من الكلام اللي احنا طول الوقت بنقوله، وغالبا بيبقى كلام سلبي، وكمان كلام سلبي بنسمعه من المحيط اللي حوالينا ايا كان مصدره ايه. طول الوقت في حالة من حالات الشكوى، من حالات الغضب، ناس تخرج مع بعض وتتقابل، عائلات، اصدقاء، كل الحاجات السلبية فجأة بتطلع غصب عننا. احنا زي السفنجة بنفضل نمتص في كل هذه السلبيات اللي بعد كده. طب احنا لما عايزين نطلع بقى افكار غصب عننا بيبقى مجهود عشان نوسع مكان للأفكار الإيجابية اللي جوانا اللي عايزة تطلع أو اللي احنا نفسنا نعملها. بنلاقي إنه في حاجات زنقة علينا. هو ده اللي بيحصل معانا طول الوقت، وكأننا قاعدين نحط في طبقات من الحاجات السلبية اللي مغطية على الحاجات الحقيقية اللي جوانا. علشان نطلع ده احنا محتاجين مجهود، بس قبل المجهود محتاجين وعي، نبقى عارفين إنه احنا مش النسخة دي اللي احنا شايفينها واللي هي قاعدة تبخ سلبيات. احنا جوانا حاجات حلوة قوي، حاجات منورة محتاجة انها تطلع، بس الاول محتاجين نعمل عمليات ازاحة لكل الطبقات السلبية اللي مرمية علينا. عارفة انه الحكاية مش سهلة ومحتاجة وعي، محتاجة مجهود، محتاجة كمان ان احنا ناخد بالنا، ومحتاجة ان احنا ناخد بايد بعض علشان نبدأ نطلع النور اللي جوانا. النور ده هيطلع في ايه؟ هيطلع في افكار خلاقة، هيطلع في علاقات صحية اكتر، في صورة عن نفسنا افضل، هيطلع في تصالح مع النفس ومع الاخرين، هيطلع في قبول. لما هنقبل هنقدر نتغير، فيبقى التغيير اسهل، مش هتبقى خناقة جوانا. احنا محتاجين ان احنا نبقى عندنا شوية مرونة في افكارنا، وان احنا ما نسمحش بانه اي حاجة تترمي علينا نمتصها ونعتنقها وتاخد مساحة اكتر من اللازم. يلا بينا ارجوكم نوسع شوية مكان للحاجات اللي محتاجة تطلع، بلاش نزنقها اكتر من كده.